عارف ليه في ناس في الدنيا ماشية معاهم حلاوة وبأقل مجهود بيوصلوا اللي هم عايزينه، وفي ناس تانية عفرت وسهرت وتعبت وفي الآخر محلك سر؟ الفرق مش في الحظ، الفرق إن الفئة الأولى معاها كتالوج الحياة اللي أنت لسه أصلا ما فتحتوش. ريتشارد تيمبلر في كتابه قواعد الحياة لخص قوانين اللعبة اللي بنلعبها كل يوم من غير ما نعرف قواعدها. وخليني أقول لك دلوقتي على أهم 10 قواعد هيخلوك فاهم ومتمكن في التعامل مع نفسك ومع الناس. أول قاعدة: ما تقولش هعمل، اعمل الأول. الناس بتحكم على أفعالك مش على وعودك. لو عايز تعمل حاجة خلصها وبعدين اتكلم، لأن الكلام بيستهلك الطاقة اللي المفروض أصلا تروح تنفذ بيها. تاني قاعدة: أنت مش محور الكون. بطل تفكر الناس شايفة إيه فيك أو مركزين معاك. الحقيقة إن كل واحد أصلا مركز ومشغول في موال. عيش حياتك بشروطك أنت مش عشان تعجب حد. تالت قاعدة: اقبل اللي ما تقدرش تغيره. ما تضيعش طاقتك في الغضب من الزحمة والاقتصاد أو تصرفات الناس. وفر طاقتك للحاجة الوحيدة اللي هي أصلا تحت سيطرتك وهي رد فعلك. رابع قاعدة: خليك إيجابي بس بذكاء. الإيجابية مش إنك تبتسم وأنت غرقان، الإيجابية هي إنك تدور على حل وسط المصيبة بدل ما تقعد تندب حظك. خامس قاعدة: ما تحكمش على حد. أنت ما تعرفش الشخص ده مر بإيه عشان يبقى كده. ركز في عيوبك وهتلاقي إنك ما عندكش أصلا وقت تراقب عيوب غيرك. سادس قاعدة: اتعلم تقول لأ بس بشياكة. لو وافقت على كل حاجة عشان ترضي الناس هتخسر نفسك في الآخر. وقتك غالي، ما تديهوش غير اللي يستاهل. سابع قاعدة: الماضي مات ما تصحيهوش، اللي حصل حصل. اتعلم منه الدرس وارميه ورا ظهرك، لأن الوقوف في الماضي هو أسرع طريق للفشل في المستقبل. تامن قاعدة: خلي حياتك سر شوية. مش لازم حياتك كلها تبقى اوبن بوك ومفتوحة على السوشيال ميديا. الغموض بيدي هيبة والخصوصية هي الأمان الحقيقي. تاسع قاعدة: السعادة قرار مش محاولة. لو مستني تنجح أو تتجوز أو تشتري عربية عشان تبقى سعيد يبقى عمرك ما هتفرح. السعادة هي إنك تستمتع بالرحلة وأنت ماشي. عاشر قاعدة: أنت المسؤول عن كل حاجة. بطل تلوم الظروف أو أهلك أو مديرك. حياتك هي نتيجة قراراتك أنت، وأول ما تعترف بكده هتمتلك القوة إنك تغيرها. الحياة مش صعبة، إحنا اللي بنصعبها على نفسنا لما بنمشي فيها من غير قواعد. القواعد دي مش قيود، دي بوصلة هتخليك توصل لبر الأمان وأنت مرتاح البال. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان لسه مكملين في سلسلة ال100 كتاب اللي هيغيروا طريقة تفكيرك. وقول لي في الكومنتات إيه أكتر قاعدة من ال10 دول حسيت إنك محتاجها في حياتك دلوقتي.